أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بعد مباراة فريقه ميلان في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023. وكان إبراهيموفيتش الذي سيبلغ من العمر 42 عاماً في أكتوبر المقبل قد اختار أن يودع ميلان قبل انتهاء عقده. وفي مشهد مؤثر هتف الجمهور باسمه ورفع لافتة كتب عليها وداعاً الملك، مما جعل إبراهيموفيتش يذرف الدموع. وسطع نجم الذي لعب سابقاً لأندية أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس في فترته الثانية مع ميلان التي بدأها في يناير 2020، حيث أظهر شخصيته القوية داخل وخارج الملعب. ولكن إبراهيموفيتش تعرض لإصابات عديدة أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة هذا الموسم، حيث شارك في 4 مباريات فقط وسجل هدفاً وحيداً. وفي كلمة وداعية بعد المباراة قال إبراهيموفيتش: حان وقت توديع كرة القدم، لكن ليس أنتم. أشعر بالكثير من المشاعر. وحقق إبراهيموفيتش نجاحات باهرة في مسيرته التي امتدت ل24 عاماً، حيث فاز بأكثر من 30 بطولة على المستوى الوطني والأوروبي، وخاض أكثر من 900 مباراة وسجل أكثر من 500 هدف. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجاباً وتعليقاً لمساعدة القناة. شكراً لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.